السلام عليكم. بقولك احد المواقف الطريفة اللي صارت لي ايام المدارس. طبعا تعرفوا الواحد يصير في غباء بدرجة الغباء يا الربع. غباء غير طبيعي. يضيق صدري كذا. دخلت المصر لقيت اللي في اول واحد قاعد قدامك ذكي وانت غبي. ما عندك فكر الدراسة هنا، ما في. حتى تعال تكذب على عمرك ما يمديك. مرة طالع من المدرسة يا الربع، راح البيت بعد المدرسة عن بيتنا كيلوين تقريبا، كيلو ونص. المهم وشمس وانت شايلين شنطة طال عمرك فيها كتب بلك، مو بكتب، مرجعة ظهرك للخلف، تمشي في الشارع كأنك ديان كرشة. الوصفك فني. المهم يا الربع، وصلت البيت سويت العانة اني اطفي كيف العناني. المهم اطفي الكيبل وروح البلد وروح عند الباب وتقوم ادق الجرس. طيب يا طبيب توكم طفي كيبل. لا رحت ادق الجرس. وقعد نص ساعة يا الربع، نص ساعة عند الباب طاقت لي شموس، واقول اني انا شكلهم راحوا خلوني، واقعد اصيح عند الباب. قلت مالي الا نطلع مع الجدار. يا جدي نطلع الجدار واشوف امي. قالت يا امي وش فيك قلت نطلع الجدار؟ قلت يما ليش هذيك جرس ما تردون علي ليه؟ قالت امي الكهرب طافي. قلبي يا ربي. قلت نعم. قالت الكهرب طافي من امك. هذه من درجة الغباء اللي صايرت لنا.